من أجمل وألذ الطواجن اللي ممكن تعملوها في حياتكم حاجة كده تحفة. طاجن الكوسة باللحمة بطريقتي الخاصة هيعجبكم جدا جدا لو جربتوه بطريقتي، مع أحلى وأجمل وألذ رز معمر. حاجة كده فوق الخيال، يجنن يجنن جدا، طعمه خطير. لو جربتوه بطريقتي هيعجبكم جدا. ونسمي بالله ونبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها هنعمل طاجن الكوسة. حطيت معلقة سمنة كبيرة أو زبدة زي ما براحتكم زي ما انتوا حابين، وبعد كده نزلت ببصلتين كبار كده ما كنت مقطعاهم، فرمهم يعني. وبعد كده أول ما البصلة تدبل بحط معلقة توم كده وابتدي اقلب كده اهوت. واول ما ابتدي بقى ريحه التوم تطلع انزل بالخضار اللي هو ايه الكوسه. نزلت بقى بالكوسه كده، طبعا الكوسه كنت غسلاها ومقطعاها التقطيع اللي انتوا عايزينه، عايزين كبير صغير براحتكم يعني. انا التقطيع دي انا بحبها جدا، ما بحبهاش لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، يعني بخليها وسط. وابتدي بقى اقلب كده شويه. الطريقه دي حلوه جدا جدا لما تنزلي الكوسه على الثوم والبصل. الكوسة بتشرب من البصل والثوم كده والسمنة، بنقلبها بالشكل ده مع اللحمة. الخطوات بالطريقة دي بتبقى حاجة جميلة جدا، بتخلي الطاجن في حتة تانية. بعد كده مقلبتهم حوالي 5 دقايق، نزلت بمعلقة صلصة كبيرة. وابتدي بقى كده اقلب. وبعد كده هنزل بالطماطم، عصير الطماطم كنت عصر حوالي يعني ربع كيلو طماطم. هو ربع كيلو طماطم كنت عصره لان انا كنت حاطه معلقه صلصه كبيره. وبعد كده هوت هبتدي بقى اقلبهم شويه كده. وبعد كده هنزل بقى بالملح والفلفل الاسود، مش هحط توابل تاني. وبعد كده هنزل بس بمكعب خضار، بس كده مش اكتر من كده. وهبتدي بقى اقلبهم شويه كده واسيبهم بقى يتسبكوا على النار. واهم حاجه اسيبهم يتسبكوا على النار، يعني اسيبهم حوالي 3 دقايق كده، 4 5 دقايق كده يتسبكوا لحد ما يوصلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هنزل بقى بحبة شوربة واظبط سمك الكوسة بتاعتي. وبعد كده هبتدي بقى اغرفها في الطاجن. عايزه اقول لكم الطاجن ده لو جربتوه بالطريقه دي هتدمنوه، هتستمروا عليه على طول وهتعتمدوه على طول في حياتكم. فعلا فعلا لو عملتوه بالطريقه ديت في العزومات هتبقوا مشهورين بيه جدا. بعد كده طبعا الفرن كنت مش سايباها شغاله قبلها ب5 دقايق ولا او 10 دقايق، وبعد كده زقته في الفرن. وبعد كده هندخل بقى على الرز بتاعنا المعمر الجميل اللي هنعمله. كان معايا نص كيلو رز بالعدد، نص كيلو بالظبط. حطيت عليهم حبه ملح، وطبعا ظبطت الملح على حسب يعني انتوا بتحبوا الملح قد ايه. وكان معايا 2 كيلو لبن، وهنزل عليهم بعلبتين زبادي بالشكل دوت. ادي علبة وحطيت، هحط علبة تاني. وهفضل اقلب بقى الزبادي في اللبن لحد ما يدوب خالص تماما بالشكل دوت. اهم حاجة ادوب الزبادي كويس قوي في اللبن. وبعد كده بقى هجيب بقى الطواجن بتاعتي الحلوة الجميلة الكيوت ديت، انا بحبها جدا. وبعد كده هحط بقى حبة رز كده من تحت كده في القعر يعني. كده هوت يعني هنصص الرز، يعني نص كيلو هنصصه بين 3 طواجن. وبعد كده هنزل بقى باللحمه. اللحمه ممكن تحطي لحمه ممكن ما تحطيش، بس انا كان عندي اللحمه فحطيتها يعني. ابني كان طالبها بالطريقه دي، كان عايز الطاجن الرز فيه لحمه، فما رضيتش ازعله عملته كده. بعد كده هوت بقى ايه، نزلت بقى بقيه الرز اللي انا عملته بالشكل دوت. وبعد كده هجيب بقى اللبن اللي احنا عملناه حطينا عليه الزبادي او الحليب اللي دوبنا فيه الزبادي، لان في ناس بتقول لبن وفي ناس بتقول حليب، عادي مفيش اي مشكله الاتنين واحد. بعد كده نصصت اللبن برضو في الطواجن زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت بقى معلقه قشطه حلوه كده محترمه. ما حطيتش سمنه، مش هحط سمنه دلوقتي عشان السمنه بتفور لما بندخل الطاجن ونحط فيه سمنه، السمنه بتفور وبيتكب في الارض حرام. فاحنا ايه حطينا قشطه بس، استكفينا بالقشطه. وهندخلهم برضو الفرن. الفرن طبعا سخنه، لازم تكون الفرن سخنه جدا. واللبن هنا كان عندي يعني دافي شويه، يعني ما كانش سخن قوي ما كانش ساقع، يعني كان دافي. بعد كده هبتدي بقى كده احطهم بقى واحده واحد كده، واحد واحد كده في الفرن. اخد حوالي ساعة وربع بالظبط عشان الفرن كانت ساعتها سخنة جدا. طلع معايا بالشكل ده. طبعا لسه ما حطيتش السمنة، هبتدي بقى كده احط السمنة البلدي. ولازم يا جماعة السمنة تكون بلدي عشان بتديله طعم جامد جدا غير السمنة العادية. هنا اهوت بقى ايه، حطيت بقى الطواجن كلها كده، غرقتها سمنة، مش غرقتها قوي يعني، حطيت كل طاجن معلقتين سمنة بس كبار شوية كده حلوين عشان بيديله فعلا طعم حلو. هنا الطاجن الكوسة كان طلع معايا واستوى معايا. شايفين بقى الطاجن، بصوا حاجة كده تجنن، حاجة كده تشرفك في العزومات لو جربتيه بالطريقة دي فعلا. يعني هتعتمدوا الطاجن ده، مش هتعملوا غيره.
وهنا بقى كان الرز بقى استوى معايا جدا وبقى حلو جدا. بعد ما حطيت عليه السمنة البلدي سبته حوالي 10 دقايق في الفرن ينس كويس قوي عشان اتأكد ان الرز استوى. هنا بقى كان عندي قشطة، حطيت بقى قشطة كده عشان ابني حبيبي كنت عايزة ادلعه بقى وكده، كان لان هو اللي كان طالب الطواجن دي بالذات. حطيت بقى القشطة كده على الوش، وطبعا القشطة ساحت شوية من السخونة بتاعة الرز. شايفين بقى الجمال، حاجة كده عظمة تجنن، شكل كده تحفة جدا. الأكلة دي تنفع قوي في العزومات، بتبقى حلوة قوي وخطيرة. وطبعا زي ما اتفقنا ما نحطش السمنة مع اللبن، لان لو حطينا السمنة مع اللبن في الرز معمر بالذات بيفور وبيتكب حرام، والوش بتاع اللبن بيبوظ ويترمي في الارض. وطبعا غير الدخان بقى، وما اقولكمش على المنظر. وطبعا انا كنت حاطه اللحمه هنا هوت مستويه جدا، يعني مستويه خالص، يعتبر 90% مستويه. شايفين بقى اللحمه دايبه ازاي، والوش الرز بقى، والرز الجوسي خطير. وبكده يكون قدمنا مع بعض طواجن الرز المعمر وطواجن الكوسة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة، وأشوفكم في وصفات كتير إن شاء الله، وربنا يحسن ما بين إيديكم. مع السلامة.